بعد ما الانسان كيتاكد بانه صافي يتخلد في الجنه وعمره يخرج منها، كيفاش كيتلاقى مع احبابه؟ حنا عارفين انه في ارض المحشر بنادم كيهرب من مو وباه ومراته وولادو. نفس هذا الشخص بعد ما كيرحمه الله عز وجل وكيدخلوا الجنه، كيفاش كيتلاقى مع احبابه وعائلته وسط مليارات البشر اللي عايشين في جنه عرضها السماوات والارض؟ اهل الجنه واش كيتفكروا المعاصي اللي ارتكبوا حياتهم السابقه على الارض، او لا كيفقدوا الذاكره وكيبداو حياه جديده؟ سكان الجنة اللي يكونوا في أدنى الدرجات كيفاش يتلاقوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام وحنا عارفين أنه يكون في أعلى الدرجات؟ اليوم نتكلموا على أجمل اللحظات اللي يعيشها الإنسان في الجنة، نتعرفوا على قصص وأحداث كتوقع داخل الجنة. تأكدوا أنكم تكملوا القصة حتى الأخير. الأباطرة في هذا الفيديو أنديكم معايا في رحلة داخل جنة الرحمن. ضروري أنكم تبارطاجوا هذا الفيديو مع أصحابكم كاملين، أعطيونا لايك للفيديو واشتركوا في قناة اليوتيوب باش هذا العام إن شاء الله نوصلوا ل 100,000 مشترك. وكيف ديما أصدقائي، الأباطرة معك خليل. في يوم القيامة الملائكة كيختاروا جوج الناس، الأول من أنعم أهل الدنيا، هاد السيد عاش في الأرض أجمل حياة، ما خلاش شي حاجة من الملذات وما جربهاش، قصور وسيارات وطائرات وجزر على قدها، عمرو جرب طعم الفقر والحزن والمصائب. الله عز وجل أعطاه ومتعه في هاد الحياة. أما الآن الملائكة خدات هاد الشخص وداته لجهنم وغطساته ولا جبداته. الملائكة قالت له: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول هذا الرجل: لا والله يا ربي. تخيلوا معايا أن غطسة وحدة في جهنم نسات نعيم الدنيا، السيد تفورماطة. مرة أخرى يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا فيصبغ صبغة في الجنة، هذا الرجل هو أفقر واحد، حياته كاملة عاش في المصائب والأحزان وفراق الأحباب، النعمة عمره ذاقها، عاش ومات وعمره تلدد بشي حاجة. الملائكة غطساته في الجنة وقالت: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ الرجل في ثانية وحدة نسى الكوارث اللي داس عليه في الدنيا وقال: لا والله يا ربي ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. يا سادة راه مجرد دويرة خفيفة في الجنة كتنسيكم المصائب اللي عشتوها كاملة. حتى إلا افترضنا أنك من دوك الناس اللي ذنوبهم الكثيرة أتخليهم يدخلوا الجهنم ويدوزوا واحد الوقيته فيها، هاد الناس طال الزمان والأقصار كلمة التوحيد وبرحمة الله أتخرجهم من جهنم، أجسادهم اللي تحرقات ووجوههم اللي تمسخات. تخيلوا معايا بمجرد غطسة وحدة في نهر الحياة كينساو الجحيم اللي يلا خرجوا منه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يدخل الجنة ينعم لا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. الناس اللي ما امنوش بوجود اله وتابعوا الشيطان بالنسبة لهم كل شيء مباح في هذه الحياة. انا ندير اللي بغيت وتا واحد ما سوقه، انا حر، وحتى الا ارتكبت المحرمات وخالفت اوامر الاله فهذه كتبقى حرية شخصية. نفس هاد الاشخاص تكلم عليهم رب العباد في القرآن الكريم وقال: افرأيت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. الشخص اللي عاش حياة كئيبة في الدنيا هو في هذه اللحظة حط رجليه في الجنة وبدأ كيتمشى على تراب من زعفران، قدامه كاينين قصور وأنهار وأشجار عمره في حياته ما شاف بحالهم. اللذة في الدنيا كتكون مؤقتة، أما في الجنة فلذة الإنسان دائمة لا تنتهي ولا تنقطع، في كل مرة كتجدد بأقوى وألذ من داك الشيء اللي سبق. أصحاب الجنة دائما مشغولين من نعيم النعيم. السيد يلا تأكد بأنه يتخلد في الجنة، عمره يموت أو لا يخرج منها. الموت تذبح بين الجنة والنار وسمع المنادي تيقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت بعد اليوم. حوراء فاتنة الجمال كتوقف عليه وتتقول له: أنا حبيبتك وكنت نتسنى المجيء ديالك بفارغ الصبر. كتديه معها وكتوصلوا للقصر ديالو. الرجل نعم سيدي دخل القصر الجديد وهو في هذه اللحظة كيمتلك قوة 100 رجل في المطعم والمشرب والجماع. في الجنة يا سادة كاينة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. الفردوس أعلاها درجة ومنها تفجر أنهار الجنة الأربعة ومن فوقها عرش الرحمن. الجنة 100 درجة، لو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن لواسعتهم أجمعين. هذا الرجل كيتفكر عائلته وأطفاله وكيبغي يتلاقى معهم ويتفقد أحوالهم ويشوف النعيم اللي عايشين فيه. كيكتشف بأن أولاده كاينين في منزلة أقل منه، فالله عز وجل بفضله وكرمه كيخلي أولاده يلحقوا به ويكونوا معاه في نفس المنزلة. في القرآن
القرآن الكريم يقول رب العباد: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريته. أهل الجنة يتزاورون فيما بينهم، كتلقى الشخص اللي أدنى منزلة في الجنة كيزور اللي مفوق منه، كيتلاقاو كيجلسوا بيناتهم ويتعاودوا ويتفكروا أحوالهم السابقة في الدنيا. كتلقاهم جالسين على سرور مرفوعة، والخدم غاديين جايين بألوان وأنواع من المأكولات والمشروبات والملابس وأشياء أخرى مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الجنة كاين الناس مجموعين وتشربوا مع بعضياتهم ومستمتعين بألذ المشروبات. واحد منهم تفكر واحد القصة وقعت ليه في الأرض وقال لهم: عرفتوا كان عندي واحد الصديق على شوية كون سمعت هدرته ما تلقاونيش معكم هنا. الناس قالوا له: اش دار ليك باش خلاك تفكروا في هذه اللحظة وانت جالس معنا في الجنة؟ قال: إني كان لي قرين يقول: أئنك لمن المصدقين؟ واش من نيتك نتيق بأن محمد رسول من عند الله؟ واش بصح كتيق بأن البشر خاصهم يعبدوا إله في السماء؟ كيفاش كتعبدوا إله لا يراه أحد؟ كان تيقول لي بأنه مستحيل نموت ونتبعت يوم القيامة ونتحاسب. هذا الشخص اللي قال لي هذا الكلام وعلى شوية كان يخرج عليا يا سادة يلا معايا. السيد تيقول لأهل الجنة: واش شايفينه؟ هذاك هو اللي كان يخرج عليا، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، الحمد لله اللي نجاني. أكيد أن أهل الجنة متفاوتين في درجات النعيم وكل واحد على حسب أعماله، والشخص اللي ساكن في الفردوس ماشي هو اللي ساكن في جنة أخرى. تخيل معايا أنك كتكون جالس في الجنة وكترفع راسك للفوق وشوية كتشوف أهل الدرجات العلى اللي ساكنين في الفردوس والجنان اللي مفوق منك كيبانوا ليك بحال شي نجم بعيد في السماء. يا سادة باش نكونوا متفقين على واحد الحاجة: أهل الدرجات الدنيا ما غاديش يكون عندهم نفس النعيم اللي عند أهل الدرجات العلى. الأعمال والطاعات اللي قدموها في الدنيا ما متساوياش، كل واحد كينال الجزاء ديالو. العلماء اختلفوا في تزاور أهل الجنة وقال لك بأن الأعلى يزور الأسفل ولا يزور الأسفل الأعلى. راه ما يمكنش نقارنوا بين واحد صام وصلى وتصدق وعاون الناس وفين ما كان شي خير كتلقاه سباق ليه، وواحد آخر حياته كاملة وهو يسرق ويصب الرب ويظلم خوته وفين ما كانت شي حاجه كترضي ابليس تلقاه هو الاول. الانسان خاصو دائما يطمح الافضل واحسن حاجه سواء في الدنيا او لا في الاخره. النبي عليه الصلاه والسلام يقول: اذا سالتم الله فسلوه الفردوس الاعلى فانه وسط الجنه واعلى الجنه وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر انهار الجنه. بما ان النبي عليه الصلاه والسلام يكون في اعلى درجات الجنه، فكيفاش حنا غادي نتلاقاو معاه وهو يكون في جنه الفردوس؟ هذا السؤال ماشي غير احنا اللي خطر على بالنا، وانما حتى الصحابه اللي عاشوا مع الرسول عليه الصلاه والسلام. واحد الرجل كان تيبغي الرسول واحد الدرجه كبيره بزاف وما كيبغيش يفارقه، وحتى الا مشى يقضي شي حاجه ما كيقدرش يصبر. فوقاش نسالي شغلي ونرجع باش نجلس مع الرسول عليه الصلاه والسلام. واحد المره هذا الرجل جاء عند الرسول وهو حزين ولون وجهه مبدل، فقال له الرسول عليه الصلاه والسلام: مالك اش واقع؟ فقال: يا رسول الله ما بي مرض ولا وجع غير اني اذا لم ارك استوحشت وحشه شديده حتى القاك. قال له: في بعض المرات كنتفكر الاخره وكنخاف لما نوليش نشوفك، لانك ترفع مع النبيين وتكون في اعلى المراتب، وانا اذا دخلت الجنه نكون في ادنى منزله. بسبب هذا الحوار اللي دار بين الرسول عليه الصلاه والسلام وهذا الرجل نزلت هذه الايه: ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اهل الجنه ما كيفقدوش الذاكره وانما كيتفكروا المصائب والاحزان والاشياء اللي وقعت لهم في الدنيا. بطبيعه الحال ما كيحزنوش ويجلسوا يبكيوا، بالعكس كيحمدوا الله ويقولون: الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور. اهل الجنه كيتفكروا الايام الصعيبه اللي دوزوها وكيفاش انهم في كل مصيبه كانوا يرفعوا يديهم للسماء ويدعيوا الرحمن الرحيم يرزقهم وييسر امورهم، ينجحهم في حياتهم ويتقبل اعمالهم ويدخلهم الجنه اللي هما فيها دابا. وفعلا يا ساده يقولون: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم. بعض أهل الجنة كيطلبوا من الله أشياء غريبة، مثلا واحد الرجل خدا الإذن من الله باش يزرع في الجنة، بغى يزرع ويحصد ويعيش داك الجو ديال الدنيا، فقال الله عز وجل: أولست فيما شئت؟ فقال هذا الرجل: بلى يا ربي ولكني أحب أن أزرع. الرجل زرع البذور في تربة الجنة، وداك الشيء اللي زرع كان نباته واستواؤه وحصاده وتكويره أمثال الجبال
وفي لمح البصر الله عز وجل قال لهذا الرجل: دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. الأعرابي اللي كان جالس مع الرسول عليه الصلاة والسلام فاش حكى لهم هذه القصة قال: يا رسول الله، هذا ما غادي يكون غير شي قرشي أو لا أنصاري، هما اللي معروفين بأنهم أصحاب زرع، أما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك الرسول عليه الصلاة والسلام. إلا جينا نتكلموا على نعيم الجنة والأشياء الجميلة اللي غادي نعيشوها فما غاديش نساليو، لذلك تنحاول مرة نفكركم في نعيم جنة الرحمن والأشياء اللي باقا كتسنانا. الأباطرة تأكدوا أنكم تبارطاجيو هذه الحلقة مع أصحابكم كاملين، ودعموا هذا المحتوى باللايكات والتعليقات باش يوصل للناس، ربما يعطيو ابتكار لأصحاب التفاهة اللي يخربوا لهم العقول. شكرا.